في ليلة برد من ليالي الشتاء سنة 1917 محمد كريم قاعد على قهوة فينتورا زي ما بيقعد كل يوم، وفجأة بيلاقي صاحبه إنريكو جاي بيجري عليه وهو مبسوط جدا عشان يقول له أهم خبر هيسمعه في حياته في اللحظة دي. إنريكو قال له إن بنك روما هيأسس أول شركة سينمائية في مصر وقرر ينتج أفلام مستوحاة من قصة ألف ليلة وليلة. محمد كريم وقتها كان عنده شغف كبير جدا بالتمثيل وبالنجومية. صاحبه كتب له جواب بالإيطالية عشان يبعته للشركة، وأرفق معاه 36 صورة من مواقف تمثيلية متعددة اتصورهم على سطح بيتهم. بعت الجواب وفضل مستني أيام وليالي بين الأمل والرجاء إن الشركة تبعت له أو تكلمه، لكن بلا جدوى. لما وصل له شعور باليأس جري على كل صور الممثلين اللي اتفرج عليهم، كان بيقارن بينهم وبين صور اللي بعتها للشركة، وفضل يسأل نفسه هو ممكن فعلا يشوفوا فيه موهبة زي الممثلين دول. لحد ما في يوم جاله جواب من الشركة بيقولوا له فيه إن واحد من أعضاء مجلس الإدارة هيسافر للقاهرة، تقدر تقابله في لوكاندا الكونتيننتال، اسأل على سنيور بانكوتشي. كريم فعلا راح يقابله والدنيا مش سايعاه وفي خياله ملايين الأحلام، لحد ما قابل سنيور بانكوتشي والمقابلة كانت مخيبة للآمال جدا. محمد كريم ما كانش قادر يتفاهم معاه بالإيطالية، ولما الراجل تطوع وغير لغته للفرنسية اللي كريم وقتها كان بيقدر يفهم منها شوية لكن برضه ما قدرش يفهم منه ولا حاجة، وفضلوا يتواصلوا مع بعض بالإشارات، لكن المقابلة ما كانتش أفضل حاجة بالنسبة له. محمد كريم بعد المقابلة مع بانكوتشي كان مصدوم جدا من عدم قدرته على فهم الراجل أو حتى التواصل معاه. الموضوع ده أثر فيه جدا عشان بعدها بأيام الشركة الإيطالية تبعت له جواب جديد. كان قاعد ماسك الجواب وهو خايف ومرعوب يفتحه، خايف إن الحلم يضيع. كل اللي بيفصله بينه وبين طموحه مجرد كلمات على ورق، كلمات هتغير مستقبله تماما، كلمات بالرفض. بعد 14 سنة من الموقف ده سنة 1931 بيفوق محمد كريم من شروده وهو بيفتكر اللحظات الصعبة دي، وفي ايده جواب من يوسف وهبي مبعوث من فرنسا. الجواب كان بيقول له ان الخطة اتغيرت وانهم هيصوروا في فرنسا بدل من برلين، بعد ما لقى ان تكلفة التصوير في فرنسا ارخص النص. طب ايه حكاية الجواب ده؟ بعد نجاح فيلم زينب الكبير يوسف وهبي بدأ يبني استوديو رمسيس بجوار كوبري الزمالك عشان يصور فيه الاعمال اللي جاية، واللي كان اولها فيلم اولاد الزوات. لكن خليني اقول لكم ان الفيلم ده كان روايه بيعرضها يوسف وهبي على المسرح، وكانت بتلعب البطوله قدامه عزيزه امير. يوسف وهبي بيقول ان واحد من الاسباب المهمه ان النص المسرحي ده اتعمل فيلم هو الرد على المحامي الانجليزي الشهير مارشال هول أثناء محاكمة امرأة أفاقة قتلت شاب ثري مصري اسمه علي فهمي. في خلال المحاكمة وقف المحامي الشهير الإنجليزي مارشال هول للدفاع عن هذه الأفاقة، وانصب دفاعه على اتهام الشرق بالرجعية والجهل. فكان الفيلم ده بمثابة الرد العملي عليه، وخصوصا ان تم الاتفاق ان ده هيكون اول فيلم مصري ناطق. وعشان نكون اكثر دقة فتم تصوير نص الفيلم فقط كفيلم ناطق والنص التاني صامت. طيب ده حصل ليه؟ لان تكلفة تسجيل الصوت وقتها كانت غالية جدا، وكان من المستحيل في وقتها انها تتسجل في مصر، فكان الحل انهم يصوروا نص الفيلم في برلين زي ما اقترح محمد كريم. لما سافر يوسف وهبي لبرلين زار شركة توبس، وهناك طلب منهم يعملوا له ميزانية بتكلفة أيام التصوير بالكامل، فاتفقوا إن إيجار اليوم هيكون 120 جنيه. لكن في تاني يوم فاجئوه بخبر جديد، وهو إن قانون الاختراع بيجبرهم إنهم يدفعوه 25 قرش عن كل متر ناطق، يعني الحسبة هتزيد بشكل كبير جدا. لكن في نفس اليوم بيجي تليفون ليوسف وهبي من أدمون تويما بيقول له فيه إن في استوديو في فرنسا أرخص كتير من المبلغ اللي أنت هتدفعه هناك، فبيطير على طول يوسف وهبي لهناك وبيعمل اتفاق ارخص وافضل بكتير من اللي كان هيعمله في برلين. فبعت في الجواب لمحمد كريم بيطلب منه انه يروح له فرنسا يوم 10 سبتمبر، وبالفعل محمد كريم بياخد مراته وبيسافروا على طول على فرنسا عشان يبدا التحضيرات بشكل كبير مع يوسف وهبي وادمون تويما. بتبدا مرحله تجهيز الديكورات والمناظر، وبيلفوا هما الثلاثه على المحلات اللي بتبيع العفش عشان يلاقوا عفش يليق على بيت مصري. كل حاجه وقتها كانت ماشيه تمام، وناقص عده ساعات على بدايه التصوير. لكن في لحظه بتحصل كارثة لمحمد كريم، كارثة بتهدد مسيرته بالفشل. بيصاب محمد كريم بمرض شديد جدا وهو قاعد لوحده في الفندق، معهوش لحد من الفنيين ولا حد من الممثلين، حتى يوسف وهبي كان في فندق تاني منفصل تماما. بيحكي وبيقول ما كنتش عارف اتصرف ازاي وقتها، درجة حرارته بتعدي ال 40 ومن شدة مرضه ما بيبقاش عارف يتصرف او يعمل ايه، لحد ما لحسن حظه بيقدر يتواصل مع المصور الفرنسي اللي معاهم اللي اسمه جوستاف مادري. مادري اول ما شاف حالته اتخض وحاول يتصل
اتصل بيوسف وهبي فورا عشان يأجلوا التصوير او يلغوه لفتره، لكن محمد كريم وقتها اتنفض من مكانه ورفض تماما انه يكلم يوسف وهبي او يقول له اي حاجه. وكان وجهه نظره وقتها ان لو التصوير اتأجل والخبر راح للصحافه المصريه محدش هيقول ان محمد كريم كان مريض، هيقولوا ان محمد كريم فشل وخايفين يقولوا، وبالتالي حلم اول فيلم ناطق مصري هيتدمر وهياخد معاه مستقبله الفني كله. عشان كده طلب من مدري ان هو يديله بعض الادويه ويتكتم على الخبر تماما، وده اللي حصل فعلا. تاني يوم محمد كريم نزل يكمل شغل مع الفنيين ويشرف على الاضاءه والديكور، ولما وصل يوسف وهبي عشان يبدا التصوير لقى محمد كريم شبه الاشباح، وشه اصفر وتعبان لدرجه انه حتى مش قادر يركز. حاول يوسف وهبي فورا انه يوقف التصوير، لكن محمد كريم اصر وما تراجعش عن موقفه تماما. وانا شخصيا كان نفسي اقول ان بعد ما محمد كريم تحامل على نفسه وبدا تصوير ان الدنيا مشيت زي ما هو عايز، لكن مع الاسف ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. محمد كريم في البدايه كان عايز عزيزه امير هي اللي تقوم بدور البطوله في الفيلم قدام يوسف وهبي، لكن لاسباب عائليه عند يوسف وهبي منعت عزيزه امير ان هي اللي تكون بطله قدامه في الفيلم ده. تزوجت من سيدة من أعظم الأسرة المصرية مرحومة عائشة هانم فهمي، ولها صحة ولها فضل كبير علي جدا، لكنها بكل أسف كانت غيورة إلى حد كاد يقضي علي قضاء تاما. وترشح له بهيجة حافظ اللي كانت لسه عامله معاه فيلم زينب من سنه بالظبط، ولان كريم اشتغل معاها قبل كده وعارف امكانياتها كويس كان رافض تماما فكره ان بهيجة حافظ هي اللي تمثل اول فيلم مصري ناطق، وكان اعتراضه ان ادائها التمثيلي مش افضل حاجه، وخصوصا ان نبره صوتها مش جيده، ولان بهيجة حافظ كانت كارهه التعامل اصلا مع محمد كريم بسبب شخصيته الصارمه وتجربتها معاه في فيلم زينب، كانت شايفه انه متحامل عليها جدا وتقريبا شايفه انه بيكرهها، فعشان كده كانت بتتعامل معاه بحذر وبتتعامل معاه طول الوقت بنديه، والخلاف بدأ يزيد مع اول يوم تصوير ليها بالفعل. وخلوني احكي لكم بسرعه كده احداث الفيلم بتدور عن ايه. الفيلم بيحكي عن حمدي بيك الرجل الثري اللي عايش علاقه غراميه مع بنت فرنسيه من ورا مراته وعيلته، وفي يوم زينب مراته بتكتشف خيانته وبتواجهه وبيحصل ما بينهم صراع، فبيهرب الزوج هو وعشيقته لفرنسا وبيعيشوا مع بعض فتره هناك. لكن اول ما بيقعدوا هناك في فرنسا البنت بتكتشف على حقيقتها، وبيكتشف حمدي انها تلاعبت بيه وانه كان مجرد نزوه في حياتها، ولما بيلاقيها بتدخل في علاقات مع رجاله تانيين بيتجنن وبيثور وبيقتلها وبيتحكم عليه بالسجن ل 12 سنه. تعدي الايام وبيخرج من السجن وبيرجع تاني لمصر، واول حاجه بيعملها انه بيرجع لبيته واسرته عشان يشوفهم. في اليوم ده ابنه كان بيتجوز وما قدرش يتعرف عليه، لكن زينب بمجرد ما شافته عرفته فورا، ولانه بقى في حاله يرثى لها افتكروه شحات وبدا الناس تعطف عليه وتديله فلوس. لكن الصدمه الاكبر اللي قضت عليه تماما لما بيكتشف ان زينب اتجوزت ابن عمها لما جالها خبر انه مات في السجن من سنين، فبيكتشف انه ضيع كل حاجه كانت في ايديه وما بقاش عنده اي شيء يعيش عشانه، وبيروح يرمي نفسه تحت عجلات القطر. نرجع تاني لاول مشهد هتصوره بهيجة حافظ، وهو مشهد اكتشاف زينب لخيانه زوجها في عوامه. محمد كريم بيحكي في مذكراته بيقول ان المشهد كان صعب وقاسي جدا ومليان حركه ومليان انفعال، وبهيجة حافظ ابعد ما يكون عن تأدية المشهد ده اصلا، لكن عشان يتجنب الخناق اتدخل اسماعيل بيك وهبي واقنع محمد كريم انه هيحفظ بهيجة حافظ الدور وهيعرفها تعمل ايه بالظبط. وافق كريم واستنى بهيجة تحفظ دورها، واثناء التصوير الاداء كان من اسوأ ما يكون، ومع اول كلمه قالتها بهيجة حافظ وقف التصوير وقال لها ده غلط. ردت عليه على طول ببرود وقالت له اسماعيل بيك علمني كده. محمد كريم ما استحملش كتير وانفجر فيها ودخلوا هما الاتنين في خناقه شديده. عشان يفضوا الخناقه دي طلب من يوسف وهبي انه يتفرج على البروفا من بعيد ويحكم بنفسه. بعد ما خلصوا البروفا كريم خرج ليوسف وهبي وقال له شفت بنفسك؟ فيوسف وهبي ميل عليه وقال له صور المشهد على عيبه، خلاص ما كانش فيه فرصه او رفاهيه للتغيير. وفي نهايه المشهد فقدت بهيجة حافظ وعيها فشالوها ونقلوها للفندق. تاني يوم صحيوا عشان يكملوا تصوير، بيدوروا على بهيجة حافظ وجوزها ملهمش اثر. راحوا فين كلموا الفندق وعرفوا ان هم رجعوا مصر. فطبعا دي كارثه. البطله صحيت من النوم
ومتضايقه خدت بعضها ورجعت مصر. صرفوا بقى انتوا صوروا واعملوا ما تصوروش، انا مش شغاله خلاص. واول ما رجعت مصر قامت رفع قضيه على يوسف وهبي عشان تاخد منه بقيه عقدها. جبروت. فدي اول خناقه مصريه بين بطله وبين منتج في تاريخ السينما المصريه، والقضيه دي هتطول فتره في المحاكم. لكن في نفس الوقت ده كان في مصيبه بتحصل في فرنسا. هيكملوا تصوير ازاي؟ كانش ينفع التصوير يتوقف لاي سبب كان. الخساره كانت هتدمر يوسف وهبي. محمد كريم رجع يحلم تاني وبص كده ليوسف وهبي وقال له ايه رايك لو ندي الدور لعزيزه امير؟ يوسف وهبي ابتسم ولسه هيرد عليه لمح خيال مراته معدي بره، لف بسرعه لاخوه قال له ابعت هات لي امينه رزق حالا عشان تكون امينه رزق الحل السحري والعبقري اللي ينقذ الموقف. وكان نفسي اقول ان الاوضاع استقرت والدنيا بقت تمام، لكن مع الاسف مشاكل محمد كريم ما انتهتش لحد هنا. اول يوم تصوير للممثله الفرنسيه كوليت دارفي كان كريم متحمس جدا للتعاون معاها لانه شاف لها اكتر من فيلم وشايف ان هي ممثله قويه وجميله جدا وجذابه. لكن العمال الفرنسيين اول ما شافوها داخله الاستوديو قعدوا يصوتوا ويضحكوا ويقولوا مين المجنون اللي كلم الست دي تيجي تمثل معاه؟ فمحمد كريم ما فهمش وسالهم ليه بتقولوا كده؟ الست دي شاطره. فقالوا له شاطره مين يا عم انت مش عارف حاجه، الست دي طول الوقت عصبيه ومتنرفزه ومتكملش تصوير وخناقات ومشاكل ومجنونه خالص. فمحمد كريم قال يا دي النيله ايه النحس اللي راكبني ده يا ربي، لكن ما كانش عنده حل بديل وكان لازم يكمل. فدخل يصور اول مشهد وهو متحفز جدا ليها، وكان المشهد ده بيدور ما بينها وما بين يوسف وهبي، وشخصيه يوسف وهبي المفروض انه بدأ يشك فيها فبيحصل ما بينهم خلاف. وبيحكي كريم في مذكراته انهم بمجرد ما بدأوا تصوير وتفاجئ اثناء المشهد انها بتحاول تعري نفسها بشكل كبير جدا مبالغ فيه عشان تلفت الانتباه، فاتخض ونط وقف التصوير وقال لها ايه ده ايه اللي بتعمليه ده؟ فقالت له ايه المشكله؟ عادي يعني دي حاجه حلوه. فقال لها لا ده حلو بعيد، ده في اي مكان تاني مش في السينما عندنا. فطبعا هي ما فهمتش هو ليه بيقول كده، فاعترضت وقالت له لا انا من حقي ان انا اصور كده. فقال لها لا احنا ما ينفعش الكلام ده معانا والتصوير مش هيمشي بالشكل ده خالص، وتلمي يا وليه احنا دافعين فلوس وعايزين نلمها. وبعد خلاف وخناقات وشد وجذب وعياط و اقتنعت انها تصور باحترامها. لكن يوسف وهبي الناحيه التانيه قاعد عمال يدعي ان مراته ما تشوفش اللي بيحصل ده عشان ما يبقاش يوم اسود على الكل. وبالفعل خلصوا تصوير المشهد واليوم عدى بسلام. وبالرغم ان اول يوم تصوير كان فيه مشاكل كتير جدا ما بين كوليت ومحمد كريم، الا ان محمد كريم شاف بعدين ان كوليت دي ممثله شاطره وموهوبه جدا وما بتاثرش في اي حاجه عشان تقدم مشاعرها صادقه للناس. وده اللي هيشوفه في اكتر من مشهد اثناء الخناق اللي هيحصل ما بين شخصيه حمدي وشخصيه كوليت والصراع اللي هيدور ما بينهم، حتى انها في مشاهد اتأذت جسديا عشان تبان صادقه للجمهور. لكن من ضمن المشاكل او العراقيل اللي كانت بتواجه الفيلم ان في مشهد حريق هيحصل للبيت اللي فيه حمدي وكوليت، وطبعا في الوقت ده ما كانش فيه خدع سينمائيه، وعشان ينفذوا حريق بالضخامه دي كانت حاجه شبه مستحيله او محتاجه تكلفه جباره. وده ما كانش على الفيلم المصري بس، ده كان في العالم كله. عشان كده في فرنسا كانت الصحف الإخبارية أو الصحف المتخصصة في الحوادث كانت عاملة اشتراك للسينمائيين اللي عايزين يصوروا مشاهد حريق. يعملوا إيه؟ يشتركوا معاهم اشتراك شهري. أول ما تحصل حريقة في أي مكان يقوموا رافعين السماعة على الشخص اللي عايز يصور حريقة، الحق في حريقة في الحتة الفلانية اجري. وده اللي حصل بالفعل مع المصور جوستاف مادريك اللي اشترك في واحدة من المجلات دي، وأول ما جاله تليفون كلم محمد كريم قال له الحق في حريقة في الحتة الفلانية. خدوا بعضهم وجريوا دخلوا البيت اللي بيولع وقعدوا يصوروا بعض اللقطات لرجال المطافي وهم بيطفوا النيران وبيطلعوا وبينزلوا. بيحكي محمد كريم بيقول انها كانت مشاهد جميله جدا، العالم وقتها كان غريب، وبتوصل امينه رزق عشان تصور مشاهدها مع يوسف وهبي. محمد كريم بيقول ان انا كنت مستمتع جدا وانا بصور المشاهد الخاصه بين يوسف وهبي وامينه رزق من كتر عظمه ادائهم هما الاثنين سوا. وبعد ما الفيلم اتعرض ونجح وكسر الدنيا فجاه بتحصل حادثه غريبه جدا. بيقول محمد كريم ان معظم وكلاء توزيع الافلام الاجنبيه لما شافوا النجاح الساحق للفيلم المصري اللي بيتكلم بالعربيه بالمنظر ده حقدوا عليه وبداوا يروجوا اشاعات عن مضمون الفيلم، ويقولوا الفيلم بيدعو المصريين لكراهيه المراه الاوروبيه وبخاصه الفرنسيه. والموضوع كبر جدا لدرجه ان جريده المقطم نشرت الخبر التالي: قدم بعض الاجانب شكوى الى وزاره الداخليه من فيلم اولاد الذوات وقالوا ان فيه تعريضا واسبابا للنفور. فندبت الوزاره جناب المستر جريفز ومعه أعضاء اللجنة المختصة بهذه الأمور، فذهبوا يوم الأربعاء إلى سينما متروبول. ولما
ولما اللجنه اتفرجت على الفيلم شافت ان مفهوش الكلام اللي بيتقال ده، وان دي مجرد اشاعات، والموضوع عدى. وبعد النجاح الكبير لفيلم زينب وفيلم اولاد الذوات، محمد كريم بيرسخ نفسه كمخرج رائد في السينما المصريه وقتها، ومطمع لمعظم النجوم اللي بيطمحوا بيحلموا انهم يبقوا نجوم سينما كبار. وهيكون اول واحد من القايمه دي هو محمد عبد الوهاب في التجربه الجايه لمحمد كريم.